وان هوازن النبي قافتن وتدبتن برضاعهم على أن الدليل الرا برداء في مسان كيس اللوغو ساتي رسول فتحلل من المسلمين دوب رسول إسلام الرا حلال قدته وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد أما اللي الناس نبي وان نبي انته يعيد الناس نما خبال لمو أن يعطيهم من الفيء الرئيساني والأنفال خنو أنفال الرئيساني خنو من الخمس ومسرى هي بأنفال غير من تقوم بي وان كافر دي سبرا أنفال مو وان كافر الرابو جري وما أعطى الأنصار أما اللي وان أنصارا وما أعطى جابر بن عبد الله تمر وان جابر خيبر بن عبد الله تبر خيبر راخن وتبتنيا حدثنا سيد بن عفير قال اتني ليس قال يسني وقيل بن شهاب قال وزام عمرة أن امر حكم المسلم مغرمة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد أباز المسلمين فسألوا أن يرد إليهم قال وسبيهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استانيت بهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزر آخرهم ب10 ليلة حين كفل من الطائف فلما تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إننا نختار سبينا وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأثنى لله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن نرد إليهم سبيهم وأن أحب أن يطيبا فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على عزية نعطيه إياه من أول ما يفعل الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم بذلك ممن لم يأذن فرجعوا حتى فيرفع إلينا ورفعوكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هواذنا. قال ابن شهاب كذا هنا خنوجي خناجي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن عماد بن أيوب النبي كلاب ذكر بن قاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ. قال أيوب قوتا وحدثني أبي كلاب رتتفت شيخ لما قبا أنا ديس قاسمين الرافز جاديز زاد مرة. قال كنا عند أبي موسى فأوتي الزكاة الدجاجة وأنا لحديث قاسم أحفظ من حديث أبي كلاب قونا لا لتختم نملي عن زاد من سولة تندي مني بها أنا حديث قاسمين حفظ هذا حديث أبي كلاب خنزاد مرة سوير رجت يوحنا مو كلاو مقونا كلاهما عن زاد من أنا حديث قاسمين حديث أبي كلاب رفزاجي أمو إسال لچو زاد من را قرايا قال زاد مكجي كنا عند أبي موسى فأوتي ذكر دجاجة وعند رجل دوبا أبي موسى بلتاني فأتى ذكر دجاجة دبي لكو تكني لفتيجي فأوتي جاغزا فأوتي ذكر دجاجة لكي فأتى ذكر دجاجة فأتى قد دبي لكو راني لفتيا وعنده رجل من بني تيم الله أحمر ديما خنتي كأنه من الموالي أكوان قبر راتي فجاء للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فغذرته فحلمت لا أكل فقال هلم وليؤتيكم أن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أملك وما عندي ما أملك وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناه بإبلين فسأل عنا فقال إن النفر الأشعريون فملنا ب5 زود غرب زرة غور الزراء دلون سيادي خطأ تجيكي فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا سبو مال دلينو لنجن نجي ربي برخان ونقاوان كبر النغيسة فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فعلفت ألا تحملنا فنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدثنا عبد الله بن زهير بن مالك بن ابي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرية في عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بين الدنيا بن بكر أخبرنا ليس وكانوا شاب من أنصار من عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعد ما يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سواء اسم عامة الجيش يدنا ابن الله أبو سامة بريد بن عبد الله عن أبي بردة النبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بدء وإما قال في 3
وخمسين نم شنتمي سديو جيم بانجي أو سنتين أو وخمسين اثنتين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسام لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر من شيء إلا لمن شهد معه إلا أصاب سفينتنا ما جعفر وأصحابه قسم لهم معه متنا علي واتنا سفيانتنا ما بنك منكدين سمع جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني المال البارين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البارين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فأسألي ثلاثا وجعل سفيان يحسب بكفه جميعا ثم قال إن هكذا قال لنا ابن المنكدين وقال مرة فأتيت أبو بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيت فلم يعطني ثم أتيت الثالث فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم أبونا سألتك سمان فلم كدنا كنني تعطني سين كدنا كنني فإما أن تعطيني تكاونا خلني وإما أن تبخل علي تكاونا رادوين ومين قال دينيا قلت تبخل عني ما نرادوين منعتك وميتجي ما منعتك من مرة مرة تكلم رواسن دور كله إلا وأنا أريد أن أعطيك حالا نسيخنو فدوم ملي قال سفيان نافي وحدثنا مجايني ملي سفيان من هنا كجي وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فأسأل هاسية وقال وددا فوجدتها 500 قال فوز مثل مرة وقال يعني المنكدرين قال سفيان شغطة دامس سفيان كجي وقال يعني من مكندر نجي وأي داء أدوأ قال تكو دامس أبا بكر كجي نجي وأي داء أدوأ ميدو كوبا خمتو هما جي نجي من البخل دينو ما رخاكرا نانجتو حدثنا مسلم بن ابراهيم وقبة وخالد حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجنات إذ قال له رجل اعدل فقال له لقد شكيت إن لم أعدل باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى والنبي نرجوم بوجورتي من غير أن يخمس خمس الراباس وملت كلمة قلكس حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الزهري عن محمد بن جبير عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطيم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له باب ومن الدليل على أن الخمس أماس دليلا وتبة الخمسني إماما في وأنه يعطى بعد قرابته وأنه نبي يؤتي نخنا غري ري مساتيف دون بعد ما غري كتب النبي صلى الله عليه وسلم جچنو تدبتن لبني ما المطلب كسبن وبني هاشم نبي خليس كسباوما والنبي كان يدبتن قودن تدبتن لبني المطلب إسانيف. وبني هاشم من خمس خيبر حقنا قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم عمر بن عبد بذلك العزيز كججن لم يأمهم نبيين إساولين نجين ججن بذلك وان قود سنين ولم يخص قريبا أماس قري ريمة تكون قبت دون سنجين من هو أحوج إليه نمت هاجم لكسه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من وإن حاجته كان يوته اللي الذي أعطى وإن كان وإنه شان كان نتيجا الذي أعطى نمتش خنيف لما يشكو إليه وانستي متى في من خنيف الحاجة حجارة ولما مستهم في أما اللي جنبه وانسان تقي في خنيف في جنبه من رسول قومهم مجدتي من قوم أرمى سانيرا وحلفائهم أرمى إساني ولي خختنيرا وانسان تقي في خنيف أرمى خنيف ثم لي فولا نقوني لرسولي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن قيل بن شهاب عن المسيب عن جبير المطعم قال مشيت انا واسمع من عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطيت من المطلب وتركتنا ونحن وام منك بمنزله ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شواهد قال ليس حدثني يونس وزاد دوبني دي قال جبير أنيو دم ليسي قال ليس كجي حدثني يونس إيدي وزاد يونس مقولي وقال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل وقال ابن إسحاق عبد الشمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم باب من لم يخمس الأسلاب نمت ولكي خمس الرامباسين ومن قتل قتيلا
أماس كان نوتي دبتني فله نما تقوجي سلبه تولكي لي سافي من غير أن يغمسه ومسلم رابو ملك وحكم الإمام فيه. بابا هنيس حدثنا حكمي مسدد حدثنا إمامني يوسف تولكي سن كيس قرنو دبتني في سلب الدفدا حدثنا يوسف عن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جدي قال بين انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فاذا انا بغلام من انصار حديثه اسنانهما تمنيت ان اكون بين اظلام منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف برجال؟ قلت نعم ما حاجتك الي يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايت لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الاجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى رجال يجول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني فابتداره بسيفه ما فضربه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في سيفين وقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان معاذ بن عمرو ومعاذ بن عمرو بن الجموح كلاكما قتله ثم أتاه سلبه جين أكاس قلال سلبه جين برخوت ثم أتاه سلبه قلي إيقا سي رسولين قد نجن تولكيسا معاذ بن عمرو بن الجموح قد نجن. قال محمد سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف قمتشيسو فكال جينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة مالك أياه بن سعيد قال ترد يا عن أبلا عن أبي محمد مولى أبي غداة عن أبي غداة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين فلما التقينا كانت المسلمين جولة دوبا إسلاما نتاتي درد ديمنسي فرأيت رجلا من المشركين على رجل من جولة المسلمين جتون تقدم وتأخر درد دبرنيسني بودان سلالا جولة جتون تراك درد دبرني تراك بودان وغير وعبر بذلك اعترض اللفظ الهزيمة جولة ترانجي لا لما أما ترانجي تشوسا خنا مالي راتيفا ميت شاب إنسان يجور لا إسلام شاب إنسان شاب يجور ما أنتو تفاول أن تلتي شوفي جولة تنجي دولة دبريزيني بودان سجي كنجون ترانجي تشو آية على من المشركين قال على رجل من المسلمين فرأيت رجلا نما توكو خمشيكات نركجي على رجل من المسلمين غربا إسلاما تقر كبو فاستدرت حتى أتيته إسانين نانيجي ورائهم هنغان دوبان التلفت حتى ضربته بسيفي على جبل على حبل عاتق هذا مرمى سارا فأقبل علي فدمني دم وجد ناچو دمة چجي اچو چنسان وجدت منها ريح الموت رفقادو ثم الرارك أدركت الموت فأسألني فرأيت عمر بن عبد الخطاب وقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال الثالثة مثله فقمت إلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ ما ساتكنا ورايت فقصصت عليه القصة فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرده عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا رقوسي أبا بكر جيجي لا والله ربي إنك خده لا هلا أكسو لا والله جمع ربي إنك خده إذ لا يعمد إلى سبيل رسول الله إيغا سبيل جرات رسول قصد جيجي إلى إبطال حق أسدين قم بالليسولا حق لينشا من أسد الله لينشا والربي راتي يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبعت الدرا فابتعت به مخرفا بني سلمة فإنه لأول مال تعثرته في الإسلام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وان رسول خنو ورق قلبي ثاني مطيفمت وغيرهم من الخمس نوبلوتي بالله خمس الرايا ونحوه أما اللي وانا ايوان خمس فقاتا الراجج رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سنجل غدا دبي كان يتغنى
هذا عبد الله المزيدي نبي الراودي سجن. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن سوري عن سعيد المسيب وعروة بن زبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خدير حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك ولكن لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل. فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحد من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيهم. حدثنا أبو النعمان حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجارية فأمر أن يفيها به. قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فودعهما في بعض بيوت مكة. فقال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا. فقالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس. فقال إذا فرس جاريتين. قال نافع ولم يأتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيرانات ولو يأتمر لم يقل عبد الله الممرة وزاد جرير بن حازم عن أيوب أن نافع بن عمر قال من الخمس ورواه أما عمر عن أيوب أن نافع بن عمر في النذر ولم يكن يوم من جنة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن عازم حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلبة رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف زلعهم أنين كان نجي ورمتك خنين صدادو دلعهم فيد بقلبي ساني وجزعهم صبري لبساني وآكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمر بن ثعلبة. وقال عمرو بن تغلبة ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو عاصم عن الجرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا. باتي أبو عاصم قونا خام موسى أجل خينيا. حدثنا ابو الوليد بن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي قريشا اتعلفهم لانهم حديث عهد بالجارية. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان ناس من الانصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان افاء الله على رسوله من اموال اوادنا ما افاء فطبق يعطي رجال من قريش 100 من الابل. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال انس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاتهم فارس الى الانصار فجمعوا في قبة من دم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاهم أما أرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا يغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث أحدهم بكفر أما تردون أن يذهب الناس بأموالهم وترجعون إلى رجالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين فقال لهم انكم سترون بعدي اثرة شديدا فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال ناس فلم نصبر. حدثنا عبد الله فلم نصبر دوبك كس غابس جن صبرني جبلا